في الحقيقة أمر النقد الذاتي هو أمر فيه صعوبة وفيه دقة، وأصله ما ممكن يكون في عمل هو من الجودة والإتقان بحيث لا يرى فيه عيب، لكن قد لا يرى الإنسان العيب ويبقى ده عيب الإنسان الرائي. وبقدر ما الإنسان ما يرى عيوبه بقدر ما هو بيتأخر في انطلاقه وفي سلوكه. يعني الإنسان لازم يتأكد من حاجة، أنه لابد أنه في عيوب في أي عمل تعمله. فلو كانت نظرتك دقيقة أكثر والرؤية أمامك أوضح مما هي قد تكون عندك، لابد أن ترى العيوب دي. إذا ما رأيت العيوب أعرف أنه في عيب يضاف إلى العيوب، هو تقصيرك عن أن ترى العيوب. وكل السلوك والسرعة في الانطلاق في الترقي هو رؤية العيوب. والإنسان اللي بيرى محامده ومحاسنه بيقيف شوية لغاية ما تطالع عيوبه حتى ينطلق. دائما السالك كده. والمجتمعات بالصورة دي برضو، والنظرة دي نحن قد نصل إلى مستوى ما نرى عيب. ذكرنا عيوب وقد تكون العيوب دي كلها بنقدر أن نراه الآن. فإذا كانت هي كذلك يبقى نمشي لرأي سعيد لنجمل الموضوع في كشف الحسنات، ونعرف حاجة واحدة، أنه لابد أنه في عيوب لسه عيوننا ما انفتحت لها، ونترقبها وننتظرها ونشوفها. نحن بندي فرصة هسه لقدام شوية. إذا ما ظهر إنسان عنده حاجة بتبقى المسألة زي ما مشى لها سعيد، هي أن نحن نختم الموضوع ده بالكشف الطويل من الحسنات والكشف القصير من الهنات والسيئات. الفرصة متاحة الآن.